كل اللي اتفقنا عليه حصل بالحرف. توفيق التمساح وقع مع السماحي، والبضاعه متخزنه في المخازن عندك، والرجاله الله اكبر عليهم عملوا نمره، انما ايه 10 على 10. تليفون ابني بيعمل ايه في دولابك يا فهد؟ انت يا ريكو! هو ده الراجل اللي خطف ابني؟ ردوا عليا انتوا! ايوه هو يا حاج. اسمعينا يا ست الكل. اخرس! ايه رأيك يا ريكو؟ مش هو ده فهد صاحبك؟ تقول لي ابدا يا حاجة، فهد لا يمكن يعمل كده، فهد البطل راجل. ها؟ والله يا حاج انا ما بقتش عارف اقول لك ايه. وانت صاحبة حق. كنت فاكر ان انا حافظ صاحبي كويس وفاهمه، كان نفسي كلام الواد ده يطلع كذب يبرقه قدامك وقدامي، بس انا طلعت غشيم يا حاج. لا يا ريكو، فهد البطل هو على حطة ايدك. انت تخرس خالص يا كلب، هان عليك دموعي وحرقة قلبي على ابني. ايام وشهور وانت بتعدي عليا وشايفني مكوية بفراقه، وتقول لي معلش انا هقف جنبك واساعدك. بعدين حطيت ايدك في ايدي وقريت الفاتحة. انا الحاجه فايزه الشبع! بدور رجالة في شنبات قدك، انت تخدعني يا واد! وتديني على قفايا. بس معلش ملحوقة يا فهد. يا حاجه فايزه اسمعيني، وبعد كده اعملي اللي انت عاوزاه. انا واقف بطولي، سلاحك في ايدك ورجالتك حواليكي. سيبيني اقول الكلمتين اللي انا عاوز اقولهم. لو ما جوش معاكي وما صدقتنيش اعملي ما بدالك. بس انا ليا طلب، الكلمتين اللي هقولهم بيني وما بينك، ما ينفعش حد من الرجاله يحضرها. انت تخرس خالص، انا مش طايقه اسمع حسك، مش قادر اسمعه. خلينا نسمعه يا حاج، نسمعه المرة دي بس. انت لسه بتدافع عنه يا ريكو؟ العيش والملح يا حاج، خلينا نسمعه تاني. استنوا جوه يا رجاله، يلا. استنوا، بعد اذنك يا حاج.